يا مساء الفل والورد والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال يا رب العالمين. جبت كفتة من محمود الفار، النص كيلو كان عامل 234. هو مش نص كيلو، يعني قولي 600 جرام. عاملين 235 جنيه، وكان الكيلو عامل 402 تقريبا. قلت اجربها، شكلها عجبني، وانا كده كده بجيب نص كيلو الكفتة من سند. بجيبها او من اي كبابجي عموما من 200 ل 240 نص كيلو الكفتة، معاها الرز ومعاها العيش والسلطات. تمام. فانا لقيت ان 600 جرام عاملين 234، قلت اما اجيبها اجربها اشوفها تبقى طعمها حلو، بس ديت كفتة بقري، مش كفتة ضاني. تمام. هجربها معاكم واقول لكم رايي بصراحه. دخلت السرعه في الفيديو، بس نسيت اقول يا فتحي عليمي رزاقي كريم، ما تنسوش تدعوا لامي بالرحمه والمغفره، وما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعه، وما تنسوش تخشوا على القناه الحمراء تعملوا سبسكرايب. معلش انا بتكلم بسرعه، بس مش عايزه اخطفكم في الفيديو. انا هجرب معاكم واقول لكم تجربتي بصراحه. انا عملت جنب الكفته رز ابيض وبطاطس محمره والسلطه الطحينه، وطلعت الجريل بتاعتي، والجريل دي ما بطلعهاش لاي حاجه، لا لازم اجرب. بصوا، مبدئيا ريحه الكفته عامله زي ايه؟ عارفين لما تجيبوا لانشون؟ ريحه اللانشون توابل بقى، بدايتها في ريحه توابل قويه فيها، زي ما تجيبي اي كفته متغلفه. تمام. او اكياس الكفته بتاعت الشركات المخصوصه ديت. آه، انا قلت اجربها واشوفها. تمام. ريحتها ريحه توابل قويه جدا. حطيت نص معلقه سمنه بلدي. قلت طبعا انتوا عارفين احنا لما بنيجي نعمل الكفته في البيت لازم نحط اي ماده دهنيه، عشان الكفته لما بتنزل الدهون بتاعتها بتكش، ده المعروف المتعارف عليه. فبنحط معلقه نص معلقه سمنه بلدي، وكده كده يعني احيانا كمان الكفته بتلزق معانا. فانا حطيت نص معلقه سمنه بلدي، قلت اشوحها على الجريل ويا رب ما تلزقش. للامانه بصوا انتوا، انا هوريكم، انا مش هستعجل في كلامي، انتوا هتشوفوا التجربه حيه قدام عينيكم اهو. اللهم صل على النبي. كنت عايزه اقول لكم ايه. جبت شويه مشتريات تاني، عملت لها فيديو مخصوص هنزله على القناه، وهقول لكم بصراحه، هو في حاجات محمود الفار عاملها حلوه زي خاصه بيه، يعني لازم في كل بارتيشن بيبقى في حاجه من انتاجه هو. جبت الشيبسي من عنده، الشيبسي كان ب 23 جنيه. عايزه اقول لكم الكيس كله على بعضه 150 جرام، انا لو جبت كيس شيبسي العادي ب 20 جنيه ما فيهوش 30 40 جرام تقريبا، ما فيهوش الكميه الكتيره اللي انا لقيتها ديت، وطعم الشيبسي بتاع زمان بالظبط. فعجبني الرز بتاع محمود الفار، عجبني. انا مش عايزه احرق لكم الفيديو التاني، بس عايزه اقول لكم ان في حاجات محمود الفار بيعملها بصراحه للامانه، يعني اشكره عليها. بصوا، انا شوحت الكفته، هي ما خستش، هو السيخ صباع الكفته عموما يعني يعتبر شبر كده، شبر بايدك. تمام، شبر بكف ايدك كده. الكفته ما خستش معايا و... ونزلت ماده دهنيه، يعني ما خستش ونزلت كمان ماده دهنيه، وما شربتش المعلقه السمنه البلدي. حطيت عليها فحمايه عشان تاخد ريحه الفحم. ما دخلتش قوي في اللحمه، يعني عايزه اقول لكم التوابل اللي كانت فيها قويه لدرجه ان هي ما شمتش الفحم، مش عارفه ازاي. بصوا بقى الكفته كانت عامله ازاي، كانت خطيره، شكلها كان جميل وجوسي. بس عايزه اقول لكم ما خستش معايا. وعايزه اقول لكم انا لما بجيب برضو الكفته النص كيلو اللي بقول لكم عليه جاهز من بره دوت، آه، بيبقوا بيبقوا 5 تسياخ، من 4 ل5 تسياخ، وبيكونوا اصغر من كده، بس انا بصراحه بجيب الكفته ضاني، ما بجيبهاش بقري. انا لسه ماشيه على النظام، نسيت احط الزيتون بتاعي، وفي كاتشب برضو. عايزه اقول لكم الكفته حلوه لحد ما، وانا بنصحكم ان انت تعملي حاجتك في البيت احسن مليار مره ما تجيبيها بره. يعني انا قلت ان دي هجيبها في سياخ كده، اكني عاملاها في البيت واستأمنت، بس بصراحه ان انت تعمليها في البيت احسن ما تجيبيها من بره. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعي الام بالرحمه، وتعملي اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب اللي بيفرح قلبي على القناه الحمراء. بصوا شايفين هي عامله ازاي؟ انا برضو هقطعها قدامكم واوريها لكم واوريكم برضو يعني عايزه اقول لكم الماده الدهنيه اللي في الطاسه، ما يعني عايزه اقول لكم ان هي ما شربتش، هي نزلت كمان، نزلت وما خستش. انا حاسه ان هي واخده فول صويا.
لان الطعم مش باين فيها ومخستش، يعني طعم طبعا الفول الصويا ما بيبانش في المشاوي. بصوا هي جوس ازاي، وهاجي اقطمها تقطم بسهولة بس. فانا بصراحة تجربتي للكفتة او اللحوم عموما ان اعملها في البيت احسن. بصوا نسيت اجيب المعالق. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة، باي باي.